يعني احنا بندي الطفل المرض. بندي الطفل المرض، والراجل رفضني، يقول لك انت تعمل مليون درهم ومليون جنيه في يوم واحد. على طول مثلا بيجي لنا تفكير اللي احنا عايزين نبدأ حاجة خاصة بينا، نبدأ بيزنس، نطور من نفسينا، ندرس حاجة، نمتحن، المهم نعمل حاجة يعني غريبة بالنسبة لنا. فانت دايما عقلك بيترجم لا انا هفشل، انا لو جيت فتحت بيزنس هفشل، لو جيت افكر اسافر هصرف مصاريف على الفاضي ومش هعرف اسافر، لو جيت ادرس انا هسقط في الامتحان. فدايما عقلك بيديك الورست كيس، اللي هو اسوأ حاجة او اسوأ نتيجة ممكن تشوفها. خلينا ما ناخدش خطوة، نبقوا خايفين ناخد الخطوة، خايفين نخسر فلوس، خايفين نفشل، خايفين نسقط، خايفين نضيع وقت على الفاضي. كده اتعلمتها على مدار السنين. يعني انت بتكتشف ان مفيش حاجة مثلا هتتم دلوقتي، انت ممكن تخطط لحاجة هتتم بعد سنتين. يعني انا لما بيرجع بيا الزمن كده بقول ده انا لو كنت عملت كذا كنت زمان دلوقتي بقيت كذا. لو كنت بقول مثلا لو كنت ذاكرت ساعتها مثلا في 2019 كنت زمان دلوقتي مثلا معايا بكالوريوس. تلاقي نفسك ان 2019 عدت واحنا دلوقتي في 2025. الوقت عدى في ثانية. لازم يكون عندك صبر وما تخافش من حاجة، لان دايما اي حاجة فيها ريسك، مش حاجة بتبقى مضمونة 100%. واللي يقول لك غير كده كذاب، اللي يقول لك الحاجه بسيطه والحاجه سهله. وخاصه احنا كمان بنشوف على السوشيال ميديا ناس عايز تلم مشاهدات وكده، يقول لك انت تعمل مليون درهم ومليون جنيه في يوم واحد. مفيش الكلام ده. اللي بيعمل في ناس بتعمل الارقام دي، بس ده باشا واحد يعني سهر سنين وتعب سنين، مش بيجي كده بسهوله. انا هدي لك مثال بسيط. الدكتور اللي انت بتروح عشان تتعالج عنده، الدكتور اللي هي الكونسلتيشن مثلا بتاعته ممكن ما تاخدش 3-4 دقايق، هو بيشخصك وممكن بيديك علاج، بيعمل لك عمليه يحل لك مشكلتك. الدكتور وصل للتخصص ده او وصل للدرجه دي بعد كام سنه؟ درس 7 سنين طب، قعد 4 سنين في المستشفى بيبات فيها بيتعلم، هو طبيب مقيم. مش اقل من 8-9 سنين بدأ يحط ايده في العمليات وبدأ يوصف دواء بدأ يتعامل. كل حاجه بتاخد منك وقت ومجهود، مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه بسيطه. بس الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا دايما خايفين، احنا خايفين ان احنا نفشل. يا عم نفشل، ايه المشكلة؟ ما نفشل، نهاية الدنيا. انا فشلت كتير وخسرت فلوس الدنيا، وحاولت مرة واثنين وثلاثة واربعة. دي لك مثال تاني ان الفشل بيقويك ما بيخسركش. في ناس بقى عندها مناعة من الفشل، كتر ما هو خلاص شاف فشل كتير في حياته وتعب كتير في حياته، فبقت كل مشكلة بالنسبة له بسيطة. لو قلت له في مشكلة كبيرة جدا، هو بالنسبة له الموضوع بسيط، لان هو اوريدي شاف اللي اسوأ منه. الطفل لما بنيجي نديه التطعيم ده بيبقى عبارة عن المرض. يعني احنا بندي الطفل المرض. بندي الطفل المرض عشان الطفل يبقى عنده مناعة من المرض ده، لما يجيله في المستقبل ما يتأثرش بيه. الفشل ده بيديك مناعة اكبر واكبر. بتقول انا بخسر فلوس مش مشكلة، بخسر وقت مش مشكلة، بخسر مجهود نفسي وذهني مش مشكلة، بس ده في المستقبل لما يحصل لك حاجة كبيرة قد كده فانت اوريدي عديت بالاصعب. فدايما كل حاجة يا جماعة بتاخد وقت، بتاخد مجهود. انا مش بقول لك كلام تحفيز، والله انا في يعني كل جمعة كده انا بحب اعمل فيديو اتكلم عن حاجة في بالي. يعني انا والله العظيم 3 الفيديو ده مش مترتب لي، انا فتحت الكاميرا وعايز اتكلم عشان في ناس انا بشوفها بتصعب عليا. في فترة من الفترات انا مفكر ان انا هنجح دلوقتي، هعمل الحاجة عشان انجح دلوقتي، عشان اعمل فلوس دلوقتي، عشان اسافر دلوقتي. كل حاجة دلوقتي مفيش حاجة بتتم دلوقتي. تبدأ تحضر لدلوقتي للسنة الجاية، للسنة اللي بعدها، للسنة اللي بعدها. كل حاجة بتاخد منك وقت، كل حاجة بتاخد منك مجهود. الفشل يعني والله العظيم اكتر حاجة هتنجحك في المستقبل. متخافش انك تفشل. انا واحد قلبي جامد شوية، ممكن مش بقول لك يعني ان انا بقيت ملياردير والساري العربي وبتاع والدنيا، لا، الواحد لسه في بداية حياته. لما جيت هنا اكتشفت ان انا لسه صغير. ده انا في ناس هنا بتبدأ من 35 سنة ولسه بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي. فانا لا، انا النهاردة 27 سنة ولسه ابتديت يعني خلاص افهم الدنيا واقف على ارض صلبة. فكل حاجة بتاخد منك وقت ومجهود. انا عشان اجي هنا ما كانش تفكيري يوم وليلة، لا، ده كان تعب سنين اللي انا احاول اسافر دولة واثنين وثلاثة، وفشلت فيها وفشلت في غيرها، وفشلت ان انا اسافر، وفشلت في الامتحان، وفشلت في الايلتس، وفشلت في حاجات كتيرة جدا، وعملت مشاريع وفشلت، وعملت بص كل اللي اتخيله وفشلت. بس الفشل ده لما جيت هنا علمني، خلاني اكون حريص، خلاني مثلا ان انا مش سهل ان حد ينصب عليا، مع ان انا اتنصب عليا تاني واتنصب عليا تالت
بس كل ما بيحصل لك حاجه بتتعلم منها. خساره الفلوس دي ابسط حاجه واسهل حاجه، فانا دايما ما بخافش، يعني ما بخافش ان انا مثلا اخسر فلوس، لا انا اخاف مثلا ايدي تتكسر، انا اخاف يحصل لي حاجه في صحتي، لان انا ايدي لو اتكسرت هتعطلني، لو صحتي اتدهورت انا هحتاج حد يراعيني. انا لما تيجي مثلا تيجي الخساره في الفلوس، بتوظف الفلوس ايا كانت الخساره ايه. خلي عندك مناعه لكل حاجه، خلي عندك صبر، ان مفيش حاجه بتتحقق في يوم وليله. قلنا كده تجاربكم مع الفشل. وفي حاجه كمان عايز اقول لكم عليها، في قبل كده انترفيو انا فشلت فيه والراجل رفضني، يعني رفضني في يعني رفض صريح، قال لي لا فاهم انت ريجكتد، يعني مع انها كانت مستشفى مثلا مش من احسن المستشفيات ولا حاجه، بس انا طلعت من المستشفى دي قلت انا اترفضت، يعني انا كشيكو بيني وبين نفسي انا اترفضت، انا مش عارف اجاوب في الانترفيو، الراجل كان عنده حق. انا طلعت من المستشفى دي انا اخد على نفسي عهد ان انا لما اخش انترفيو تاني انا عمري ما حد يرفضني، ومن يوميها قسما بالله عمري ما اترفضت في مكان، بل بالعكس المكان اللي انا كنت بطلع منه كان بيبقى باقي عليا، حاول اللي هو يخليني ابقى معاهم اطول فتره ممكنه. والرفض في مستشفى صغيره في مصر بقيت شغال في واحده من اكبر المستشفيات في الامارات. يا صديقي ويا عزيزي، ما تخافش من حاجه، ما تخافش من حاجه وما تخافش ان انت تفشل، لان الفشل هيعلمك. بس لما تيجي تبدا في حاجه اعرف انت لو فشلت يبقى دي يعني بتحضر نفسك لحاجه اكبر. شكرا وكل سنه وانتم طيبين وجمعه مباركه عليكم.